السلام عليكم ورحمة الله. خلي بالك مش كل دفاع شرعي هينجيك من العقاب. كتير من الناس فاكرة ان مجرد انك بتدافع عن نفسك يبقى كده القانون في صفك وخلاص. إن مش إنك اعتدى عليك لازمًا أنت كمان ترد الاعتداء وترد الضربة بالضربة، ليه؟ لإن ممكن أنت وأنت بترد الاعتداء يكون ردة فعلك أكبر من الشخص اللي اعتدى عليك، وبالتالي تتحول من مجني عليك لمتهم. السؤال هنا تعمل إيه؟ هل ترد الضربة بالضربة والّا تروح تعمل تصرُّف قانوني صحيح يضمن حقك والّا تعمل إيه؟ أهلًا بيكم، أنا كريم عيد باوضح لك القانون وبابسطه لك. أهلًا بيك. هتيجي تقول لي طيب أنا ليّا حق الدفاع الشرعي، أنا لازمًا أدافع عن نفسي. هاقول لك أنت ليك حق الدفاع الشرعي، ولكن الدفاع الشرعي إيه هو؟ هاقول لك إن الدفاع الشرعي هو استخدام القوة لدرء خطر حال واقع عليك. هتقول لي طيب ما هو الضرب دلوقتي خطر حال واقع عليَّ. هاقول لك تمام، الخطر ده لو فعلًا استلزم إنك أنت تدافع عن نفسك دفاع شرعي، ففي الحالة دي يبيح ليك القانون الدفاع الشرعي. طب الدفاع الشرعي ده إيه هي شروطه وإيه هي حدوده؟ علشان لو اتعديت الحدود ديًا للأسف بتتحول في الحالة دي من شخص مجني عليك لشخص متهم. وإيه هي؟ هنقسمها لجزئين، الجزء الأول وهي شروط خاصة بالاعتداء نفسه، والقسم الثاني وهو شروط فعل الدفاع. شروط الاعتداء يعني بمعنى إيه؟ بمعنى إن الاعتداء عليك لازمًا يكون ليه صور معينة. طب إيه هي الصور دي وإيه هي الأشكال؟ رقم 1 وجود خطر غير مشروع بارتكاب جريمة، ورقم 2 إن تكون الجريمة ديًا من الجرائم المتوقع حدوثها على النفس أو المال. رقم 3 إن يكون الخطر حال ولا يمكن الانتظار. بمعنى إيه؟ نيجي نبسط النقطة دي. بمعنى إن وجود خطر يهدد بارتكاب جريمة، إن في خطر فعلًا حال هيحصل بارتكاب الجريمة دي، سواء اللي هو الضرب في الحالة اللي إحنا بنتكلم عليها أو الاعتداء على شخص معاك. طيب النقطة التانية وهي إن تكون الجريمة دي من الجرائم الواقعة على النفس أو المال. يعني أنت بتدافع عن نفسك أو عن أموالك، حد مثلًا جاي يسرق منك حاجة، فدي جرائم واقعة على المال. حد بيُعتدى عليه، فدي جرائم على النفس، وإن يكون الخطر حال. بمعنى إيه؟ لو في فرصة إنك أنت تنتظر لحضور الشرطة، ففي الحالة دي لازمًا تنتظر لحضور الشرطة. ما ينفعش تقول أنا هنا بادافع عن نفسي دفاع شرعي وترُد الاعتداء، ففي النقطة ديًا لازمًا تتوجه للشرطة وهُم يحضروا لرفع الاعتداء الواقع عليك. دي بالنسبة للشروط الخاصة بالاعتداء. طب نيجي نتكلم على الشروط الخاصة بفعل الدفاع. بمعنى إيه؟ بمعنى إنك أنت دلوقتي هتدافع أهو عن نفسك. طيب الدفاع ده لازمًا يكون عامل إزاي؟ رقم 1 إن يكون الفعل لازم لدفع الاعتداء الواقع عليك، يعني أنت لازمًا تعمل الفعل ده علشان ترفع الاعتداء الواقع عليك. رقم 2 إن يكون فعل الاعتداء متناسب مع الاعتداء الواقع عليك. بمعنى إيه؟ بمعنى إنك أنت مثلًا ما يكونش حد بيضربك بإيده وتروح تجيب له مثلًا سلاح أبيض أو سلاح آلي وتضربه بيه. هنا في عدم تناسب بين فعل الاعتداء الواقع عليك وبين دفاعك الشرعي، وفي الحالة دي للأسف أنت بتتحول من شخص مجني عليك لشخص متهم. طيب نيجي لنقطة مهمة جدًا وهو هل ينفع تاخد تعويض على الاعتداء اللي وقع عليك ده؟ طبعًا بخلاف العقوبة الجنائية اللي هتوقع على المتهم، طبعًا ليك إنك أنت تاخد تعويض، وفي الحالة ديًا بيبقى التعويض متناسب مع الاعتداء الواقع عليك، وهو إنك أنت بتطلب تعويض وقاضي الموضوع بيقدّر هل أنت ليك حق إنك أنت تاخد تعويض والاعتداء يستلزم إن أنت فعلًا تعوّض مدنيًا أم لا. وطبعًا لو أحدث بيك إصابات، ففي الحالة ديًا بنسبة كبيرة جدًا أنت بتاخد التعويض، والتعويض هنا بيشمل الضرر الواقع عليك سواء الضرر البدني أو الضرر النفسي والمعنوي، وتالت حاجة وهي مصاريف العلاج. ولو أنت للأسف قَعيد في البيت بسبب الاعتداء ده، فطبعًا لازمًا يكون التعويض جابر لكل هذه الأوصاف. فلو أنت اتعرضت للضرب افتكر إن أول ساعة هي أهم ساعة، والتصرف القانوني الصحيح هو اللي هينقذك وهو اللي هيرجّع لك حقك. تابع الفيديو كويس وقُل لي لو في حاجة تاني حابب أشرحها لك أو أوضّح لك نقطة معيّنة، اكتب لي في التعليقات أو تواصل معي. كان معكم كريم عيد. السلام عليكم.